كلاب واكله لما شبعانه والدم مال البيت كلاب واكله الجثث؟ واكله منه. عرفتوه امتى؟ امبارح العصر. اللي هو بعد ما هو الباشا راح صلى ورجع. راح صلى ورجع. خد له عربيه كر والحمار وراح يشين يجيب جبس ويجيب اسمنت وميه نار مشين ممكن يكون كان مثلا هيدفنهم او حاجه. ايوه تمام. ادفن ايه؟ ادفن منابات. يدفن ايه؟ منابات، ما هو مقطعهم منابات ومكيسهم في الفريزر. طب ليه مكيسهم في الفريزر؟ اسالوا بقى. طب قطعهم بايه؟ يعني في ناس بتقول لك ان هم دخلوا كان في شنيور، سمحت برضه ان كان في شنيور هناك وسكاكين وكده وحلال ودم عامل مشكله مع حد يعني مش عدواني ولا حضرتك قريب للاسره يعني وعارف اخبارهم وكده، يعني ايه اللي يخليه يعمل كده؟ يعني توقعك ايه اللي يخليه يتصرف تصرف زي ده؟ ناس كتير قالت الميراث، انتوا بتقولوا واخد ورثه من ابوه. هي واخد ورث من ابوه وليها ارض لوحديها ومحدده. طب ايه وسكن محدد لوحده. ايه الغل اللي وصله يعمل كده في لحمه؟ ايه الداخلي اللي عنده بقى؟ في حاجات بينهم وبين بعض، حاجات بينهم وبين بعض احنا ما نعرفهاش، حاجات عائليه بينهم. جريمة النهارده بتوضح قد ايه ان الغيرة والطمع ممكن توصل بالانسان انه يرتكب جريمة من بشاعتها صعب انها تتوصف. تخيل معايا شخص قتل امه وبعد ما قتلها قطع جثتها بمنشار كهربي وهو بيشرب حاجة ساقعة، والغريب ان الشخص ده عمره ما تعاطى مخدرات، وبشهادة اهل المنطقة كلهم انه نفسيا شخص سليم. تفاصيل جديدة في القضية دي هنعرفها من النشأة والدوافع اللي كانت السبب في ارتكاب مجزرة بشعة زي دي. قبل 5 سنين بالتحديد في 2019 أسرة ميسورة الحال بتعيش في عزبة رستم التابعة لقرية الشين مركز قطور محافظة الغربية. الأسرة دي مكونة من 5 أفراد. الأب بيشتغل محقق مالي وإداري في الإدارة التعليمية، والأم فكرية ست بيت عملية وشاطرة جدا في حالها وما بتحبش الاختلاط، وعندها بهايم وزرع أرضهم اللي جنب البيت غير مسؤولية بيتها وأولادها. الابن الكبير محمد وعنده 29 سنة بيشتغل محامي في مكتب محاماة، والبنت أمينة عندها 23 سنة اتطلقت من جوزها وعايشة مع والدتها وإخواتها، والابن الصغير محمود وعنده 20 سنة. الأسرة دي سمعتها بين الجيران طيبة جدا في حالهم ومحدش بيسمع ليهم صوت. وفي يوم الأب وهو رايح شغله في الإدارة التعليمية عادي جدا زي كل يوم بيقع ويموت في الحال. وفي اليوم ده حياة الأسرة دي بتتغير تماما. بعد موت الأب مباشرة الابن الكبير محمد وقف وطلب من الأم فكرية إنها توزع الورث في البيت والأرض وإن كل واحد ياخد نصيبه. وقتها الأم دي رفضت وكانت شايفة إن لسه بدري جدا على توزيع الورث، وخصوصا إن محمد الكبير في الوقت ده كان عمره 24 سنة ولسه عازب ما اتجوزش، وأمينة 17 سنة وكانت في الوقت ده مخطوبة. محمود الابن الصغير اللي كان عمره في الوقت ده 15 سنة وكان لسه بيدرس. الأم لما رفضت توزيع الورث ساعتها محمد اتحول لشخص عدواني جدا وبقى يضربها كل يوم هي واخواته أمينة ومحمود، وكان بيحاول طول الوقت إنه يفتعل مشاكل مع محمود أخوه الصغير وأخته أمينة. إحساس الأم دي بالعجز وقتها إنها تلم شمل العيلة خلى عندها شعور بالذنب، وحبها لمحمد واخواته خلاها تتألم مرتين. مرة من حزنها من تصرفات محمد ابنها الكبير اللي تعبت فيه وربته وتحملته وإنه بقى غريب عنها بالشكل ده، ومرة من وجعها على محمود وأمينة اللي كانوا بيتضربوا كل يوم قدام عينيها وهي مش قادرة تعمل لهم حاجة. وفي وسط كل ده محمود وأمينة كانوا بيحاولوا يفهموا ليه محمد بقى عدواني كده. وقتها الأم وافقت على طلب محمد علشان تتقي شره وكمان يبعد عن اخواته، ووزعت الورث بينهم بالتساوي. محمد وقتها كان شايف إنه الكبير وإنه ليه الحق إنه ياخد الورث كله، وإن اخواته مالهمش حق إنهم يورثوا، وده لأنه شخص طماع لأبعد الحدود ومليان بالأنانية وما عندوش أي شعور بالمسؤولية اتجاه أسرته اللي أصبح بعد موت الأب هو المسؤول عنها بحكم إنه الأخ الكبير. لكن وقتها ناس كبيرة من العيلة اتدخلت وكتبت عقود بالأرض والبيت بالتساوي بينهم وكل واحد أخد نصيبه الشرعي. محمد لما شاف إن الورث اتوزع بالتساوي وما أخدش اللي هو عاوزه حس إن الدنيا كلها ضده، علشان كده قرر إنه يعيش لوحده في شقته اللي في الدور التاني منعزل عن والدته وإخواته. محمد مش بس طماع، ده كان شخص منغلق ومنطوي جدا وما كانش بيعرف يتعامل مع حد ولا بيعرف يكون صداقات، وطول عمره هو عازل نفسه عن أهله وعن الناس، عكس أخوه الصغير تماما اللي كان محبوب وسط الناس وبيعرف يتعامل مع الكل بسهولة وعنده أصدقاء كتير وعلاقات قوية وبيقدر بطريقة ذكية إنه يكسب احترام وتقدير كل اللي حواليه سواء من أهله أو من الناس في القرية، وكان دايما في قلب العيلة بيتفاعل معاهم وبيشارك في كل لحظاتهم. إحساس محمد بالغيرة من أخوه الاجتماعي كانت بتزيد يوم بعد يوم، وده خلاه يحس إنه منبوذ ومهمش وغير مرغوب فيه. المشاعر دي كبرت عند محمد وبدأت تتحول لكره وحقد على والدته الشقيانة وإخواته الاثنين، وخصوصا إحساسه بإن عيلته شايفينه شخص فاشل. اشتغل
اشتغل أكتر من مرة في مكاتب محاماة واتطرد منها بسبب عزلته وسلوكياته الغريبة. شعور الغيرة ده تحول مع الوقت لمشاعر مكبوتة كلها عجز وإحباط، اللي هتتحول بعد شوية لجريمة بشعة بكل تفاصيلها. وتمر 5 سنين على الوضع ده. محمد بيزرع نصيبه من الأرض بعد ما اتطرد من أكتر من مكتب محاماة بسبب تصرفاته السيئة، وعاش منعزل لوحده في شقته بعيد عن إخواته ووالدته. في الوقت ده أمينة البنت الوسطانية كانت اتطلقت من جوزها بعد سنة واحدة من جوازها، وجت علشان تعيش مع والدتها وأخوها محمود لحد ما جه يوم الخميس 20 يونيو 2024 5 أيام عيد الأضحى المبارك. الجيران بيشموا ريحة دخانة قوية طالعة من بيت الحاجة فكرية. الدخانة دي كانت ريحتها غريبة جدا وبتستمر لمدة طويلة، والغريب ان الريحة دي ظهرت في اليوم اللي بعده يوم الجمعة الصبح، لكن الريحة وقتها كانت أقوى من اليوم اللي قبله. وقتها الجيران خبطوا على الباب علشان يعرفوا سبب الريحة دي ايه، وساعتها محمد فتح الباب وقال لهم ان دي ريحة زبالة هو مولع فيها. وبعد ساعات طلع محمد يصلي الجمعة، وكانت خطبة الجمعة وقتها عن حرمة الدم. أثناء الخطبة دي محمد انهار من العياط ومعرفش وقتها يسيطر على نفسه. الناس وقتها شافته وظنوا انه ندمان على معاملته السيئة لوالدته واخواته. محمد لما خلص الصلاة نزل القرية وراح علشان يشتري أكل بسكوت وحاجة ساقعة، وهو راجع البيت قابل حد من الجيران بيسألوا عن والدته الحاجة فكرية وأخته أمينة وأخوه محمود، هم ليه مش ظاهرين؟ ساعتها محمد قال له إنهم مش موجودين وإنهم سافروا عند قرايبهم كام يوم. الجار ده وقتها حس إن في حاجة غلط، وده لأن الحاجة فكرية عندها بهايم وأرض وعمرها ما سابت البيت ومشيت. وبعد نص ساعة من دخول محمد للبيت تظهر ريحة الدخانة تاني وتستمر الريحة دي لمدة 2 ساعة، وبعدها محمد بيخرج من البيت ويروح السوق. وساعتها حد تاني من الجيران شاف محمد وهو خارج. ساعتها الجار ده قرر انه يروح البيت علشان يطمن على الحاجة فكرية واولادها اللي مش ظاهرين بقالهم كام يوم. وبالفعل بعد ما محمد مشي راح الجار وخبط على البيت لكن محدش فتح له. وبعد شوية محمد بيرجع من السوق ومعاه ازايز كتيرة ويدخل البيت. ونيجي لليوم الثالث وهو يوم السبت، نفس اللي حصل في اليومين اللي فاتوا بيتكرر في اليوم ده، لكن في اليوم ده الشك زاد اكتر عند الجيران وحسوا ان في حاجة غريبة. ولانهم مش عارفين يدخلوا البيت، واحد من الجيران اتصل على حد من قرايب العيلة وبلغوا ان افراد العيلة مختفين بقالهم كام يوم ومفيش حد ظاهر منهم غير محمد. في الوقت ده محمد خرج وراح ناحية السوق، وبعد نص ساعة قريب العيلة بيجي علشان يطمن على الحاجة فكرية واولادها الاثنين محمود وامينة. الناس اتصلوا بابن عمه في العزبه الثانيه قالوا تعالى فيه ريحه ميتين جوه السكن. تمام. فجه فخاف يخش لوحده، خد ناس من الاهالي نفرين تعالى يا جماعه خش معاه. لقوا الولعه شغاله والعظم فيها والحاجات دي والجماجم وكده، دي مصوره جوه الحواجب. ابن عم ما استحملش المنظر اللي كان موجود وبعدين فوقوه طلعوه بره. تمام. راح رنن على المباحث. وساعتها فضل يخبط على الباب بكل قوة لكن مفيش حد فتح له. وقتها الجيران بتتلم وجابوا سلم خشب طويل وطلعوا لشباك بيكشف البيت من جوه. وهنا الصدمة، دم وجثث متقطعة في كل مكان. قريب العيلة لما شاف المنظر ده أغمى عليه. الجيران وقتها بلغوا الشرطة اللي جت بسرعة. محمد وهو راجع من السوق شاف لمة كتيرة ورجال الأمن قدام البيت. ساعتها محمد هرب، لكن رجال الشرطة وقتها قدرت إنها تمسكه. وبمعاينة مسرح الجريمة رجال الأمن بيلاقوا جثث متقطعة تماما، والباقي منها هو الهيكل العظمي، ده غير أكياس اللحم المتقطع اللي لقيوها في الفريزر. الشرطة وقتها بعتت قطع من اللحم ده علشان يتحلل. ونيجي لاعترافات محمد لرجال الشرطة. محمد بيقول لرجال الشرطة إن قبل عيد الأضحى بأيام نزل شقة والدته واخواته علشان يجيب عيش. وقتها محمد لقي أخوه الصغير محمود قاعد في البيت. في الوقت ده حصل بينهم مشكلة كبيرة والجيران كلهم سمعوا صوتهم. وطلع محمد شقته وجواه غضب مكبوت. قرر وقتها إنه لازم يتخلص من أخوه ووالدته وأخته، والقرار ده كان نابع من إحساسه بالعجز والطمع في كل حاجة. محمد وقتها استغل إن العيد جاي وإنه هيتصافى هو واخواته ووالدته، وبالفعل ده اللي يحصل. يوم العيد الصبح محمد بينزل يسلم على اخواته ووالدته ويفطر معاهم، ويعدي 3 أيام ومحمد بيرسم خطة علشان يتخلص من والدته واخواته الاثنين لحد ما جه يوم الواقعة. محمد بيعمل عصير في شقته ويحط فيه مخدر وينزل لأمه واخواته، وبالفعل يشربوا العصير ويفقدوا الوعي تماما. محمد بعد ما اتأكد إن اخواته وأمه فقدوا الوعي تماما سحب الأول أخوه لحد الزريبة وفصل راسه عن جسمه بمنشار كهربي، وبعدها سحب أمه وأخته وقطعهم هما كمان. والحقيقة إن تقطيع الجثث بالمنشار الكهربي مش مجرد وسيلة تخلصوا من الجثث بس، دي دليل على رغبته في إنه يسيطر على عيلته حتى بعد ما ماتوا. في الوقت ده محمد ما كانش عنده أي شعور بالندم، بل بالعكس ده كان بيقطع في أمه وإخواته وهو بياكل بسكوت وبيشرب حاجة ساقعة. وفي وسط الدم اللي كان موجود في كل مكان الشرطة بتلاقي جنب الجثث علبة بسكوت مفتوحة وإزازة حاجة ساقعة جنبها. هدوء أعصاب مش طبيعي، وكأن مشاعره اتبلدت تماما، ولا كأنه لسه مقطع جثث عيلته بإيده. في وسط الدم والجثث بياكل بسكوت وبيشرب الحاجة الساقعة، وكأنه قاعد في كافيه مش في مسرح جريمة. وإن طمعه ورغبته في إنه يستولى على كل حاجة لنفسه خلاه يتعامل مع الجريمة البشعة دي كأنها حاجة عادية جدا. دي مش مجرد جريمة، ده رعب حقيقي، رعب يخليك تفكر إزاي بني آدم يوصل
يوصل للدرجة دي من القسوة والبرود؟ ازاي الطمع يخليه يحس ان اللي حواليه ملوش اي قيمة كده؟ فعلا الشخص ده وصل لشيء ابعد بكتير من البشر. محمد لما قرر يرتكب الجريمة البشعة دي بدأ باخوه محمود، لانه كان شايفه انه عدوه الحقيقي اللي قدامه في كل حاجة وبيقاسمه في كل حاجة، وكأنه بيزيل اكبر منافس ليه في الحياة، الشخص المحبوب اللي كان دايما حاسس انه ملوش مكان قدامه وجوده مهما عمل، وانه مش هيقدر ياخد نفس الاهتمام اللي بياخده اخوه من اهله والناس حواليه. علشان كده قرر انه يحط نهاية لكل الحقد والغضب اللي اتراكم جواه حتى لو كان بالدم. ده غير رغبته انه يستولى على البيت والارض لوحده وما يكونش ليه شريك، ومن وجهة نظره انه مفيش حد يستاهل يعيش ويشاركه في حاجة. محمد قتل والدته وقطعها من غير ما يتردد لحظة، لانه شاف ان وجودها هو اللي حرمه من انه ياخد الورث كله لنفسه، وانها سبب احساسه بالقهر، علشان كده قتلها بكل برود، وكأنه فقد كل حس انساني فيه وبقى يتعامل مع جثث عيلته عادي جدا. محمد وهو بيقطع في اخته اللي كان حاسس انها حمل زايد ملوش لازمة في دماغه المريضة، كان شايف انها رجعت له بمشاكلها بعد ما اتطلقت، وانه مش مضطر يشيل همها. ده غير انها رجعت وشاركته في الورث اللي شافه انه حقه لوحده. كان عنده رغبة انه يخفي كل اثر ليهم وكأنهم ما كانوش موجودين من الاساس، وينتقم منهم، لانه من وجهة نظره انهم السبب في عذابه النفسي لسنين طويلة. ده قطعهم وشف العظم عن اللحم تماما بمنشار التقطيع، وفضل يقطع فيهم لمدة 3 ايام، ولم لحمهم وحطه في اكياس جوه الفريزر عشان ما يعفنوش وتظهر ليهم ريحة تكشف امره، واجزاء تانية كتيرة اكلها للكلاب اللي كانت موجودة عندهم في البيت. محمد بعد ما قطع اللحم حرق جزء من عظامهم، وده يفسر ريحة الدخانة القوية اللي كانت بتطلع من البيت. في الوقت ده محمد حس ان الشكوك هتكتر حواليه، علشان كده قرر انه يدوب العظم ده بمواد حارقة، لكنه ملحقش، علشان لما رجع البيت بعد ما اشترى مية النار من السوق لقي رجال الامن قدام البيت. الشرطة لما سألت محمد عن الجماجم قال لهم انه دفنها في الارض اللي جنب البيت، وكأنه كان بيحاول انه يخفي جريمته بأي طريقة، لكن حتى بعد ما دفنهم ريحة الجريمة كانت اقوى من التراب، وان اللي عمله ده ما كانش ليه اي مخرج، وده يفسر عقليته المريضة المضطربة. الجريمة دي كانت صدمة غير متوقعة. النيابة وقتها كانت قدام مشهد مرعب، اشلاء متفحمة ومتقطعة لدرجة انهم بقى من المستحيل انهم يفرقوا بين الجثث، علشان كده النيابة اضطرت انها تدفنهم كلهم في قبر واحد، بعد ما كان انه من المستحيل انهم يحددوا ملامح كل جثة. مشهد حقيقي مؤلم وصعب، ودفنوا عيلة كاملة في قبر واحد، وكأن العنف اللي جمعهم في الحياة هو اللي انهى حياتهم في نفس القبر. امه واخته واخوه اتجمعوا في نفس المكان تحت التراب، علشان تكون نهاية مؤلمة على ايد شخص اناني وطماع. الجريمة دي كانت صدمة غير متوقعة على الجيران اللي كانوا شايفين ان الاسرة دي اللي سمعتها طيبة صعب جدا انه يحصل فيها جريمة بشعة زي دي، وان الشخص اللي كان بيشتغل في الارض اللي كانوا بينادوه بحضرة المستشار هو اللي ارتكب الفعل ده، كانت حاجة مستحيلة انهم يصدقوها. وان حضرة المستشار اللي كانوا شايفينه واجهة مثالية للعيلة دي اتضح انه بيخفي وراه كارثة ودمار كبير.